لو واحدة جات تقول لِك أنا هاتجوّز في بيت عيلة، نصيحتِك ليها إيه؟ طيب، خلّيني أجاوب حضرتك بعيدًا عن تجربتي أنا الشخصية، ولكن خلّيني أجاوبك بقى إيه، بناءً على القاعدة العامة، لإن دلوقتي يا أستاذ محمد الأكتر والمنتشر هو الوِحِش للأسف، وعشان كده أنا هاقول لها بلاش. بلاش ليه بقى؟ إمم، عشان تحمي نفسها من المشاكل. والمشاكل دي سببها إيه؟ والله هاقول لحضرتك بصراحة، المشاكل ما بتحصلش من بيت العيلة كحيطان وطوب، المشاكل بتحصل من البشر اللي جوّه البيت ده. يعني مثلًا خلّينا نقول أول سبب إنه ما فيش خصوصية. بيوت العيلة اللي ما فيهاش خصوصية كل حاجة فيها بتبقى باينة على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا كده. مين دخل ومين خرج، لبست ايه، اتكلمتوا في ايه، صوتها عالي ليه، ضحكتوا على ايه، اتأخرتوا ليه. حياة الست بتبقى على المكشوف. خلينا متفقين ان اي ست عشان تعيش عيشة مرتاحة محتاجة حتة امان، حيز كده لنفسها، يعني تغلط براحتها، تزعل براحتها، تتكلم مع جوزها من غير ما تحس إن في ودان تالتة سامعاها. فلما الخصوصية بتبدأ تنتهي إيه اللي بيحصل بقى؟ إمم. التوتر والعصبية بتزيد، وده بيطلع في شكل خناقات على فكرة، تبقى خناقات دايما مع الزوج، أو ممكن نقول بيحصل شد وجذب مع أهل البيت نفسه. طيب ما هو مم. لو على كده بس يعني فسهلة، الراجل يعمل حدود. لا يا أستاذ محمد، ما هو للأسف الموضوع مش مقتصر على كده وبس. الأصعب بقى إن الزوجة بتتوه لما ما بتعرفش مين صاحب القرار في البيت ده، مين اللي ليه الكلمة الأخيرة، الزوج ولا أمه ولا الأب ولا الأخت الكبيرة. لو الحدود مش واضحة من الأول هتتفاجئ بتدخلات كتير. هتتفاجئ إن حماتها مثلا بتتدخل في التربية، وإن أخته بتتدخل في اللبس، وإن أبوه بيتدخل في المصاريف، وهي في النص تايهة، لا هي حرة في بيتها ولا هي حرة في قراراتها. مع الوقت بتحس إنها مش زوجة، بتحس إنها ضيفة تقيلة أو موظفة خدمة البيت الكبير وبدون أجر كمان. طيب يعني إيه تاني ممكن يخوّف في بيت العيلة؟ هقول لحضرتك، اللي يخوف في بيت العيلة المقارنات المستمرة، زي مثلا شوفي فلانة بتعمل ايه، طب شوفي فلانة بتصحى من امتى، شوفي بتوفر ازاي لبيتها، شوفي فلانة خلفت وانت لسه، شوفي فلانة معاها 4 عيال وانت لسه في أول عيل. شوفي وشوفي وشوفي. المقارنات دي يا أستاذ محمد بتكسر نفسية أي ست، وتخليها طول الوقت حاسة إنها مهما عملت مش كفاية، وإنها محطوطة تحت الميكروسكوب. ودي من الحاجات اللي بتضايق الستات جدا على فكرة. على فكرة المقارنة مش بس بين الستات، دي كمان بين الرجالة. إمم. يعني زي مثلا بص أخوك بيجيب كذا اعمل زيه، بص أخوك مريح ومستت مراته وده بيحصل كتير، بص ابن عمك عمل كذا مع مراته. مقارنات بقى طول الوقت على أي حاجة وفي أي حاجة. فهنا لما الزوج بيحس إنه مضغوط بيضغط هو كمان على مراته، والضغط بيتحول لمشكلة بينهم. واللي يخوف برضه في بيت العيلة التحزبات والتحالفات. خد بال حضرتك قوي من الحتة دي. أيوه، بس الجملة دي بنسمعها في الانتخابات، موجودة في بيت العيلة كمان؟ بيت العيلة ساعات بيبقى فيه شلة مع حد ضد حد، وتلاقي الزوجة بتتسحب وبتدخل غصب عنها في المعركة دي. مرة تلاقي نفسها متهمة إنها خدت ابنهم منهم، ومرة متهمة إنها مش اجتماعية وفي حالها ومع نفسها. وتلاقي الزوج نفسه محطوط في اختبار طول الوقت، تقف مع مين، أهلك ولا مراتك؟ وأي راجل بيفضل في الاختبار ده فترة طويلة العلاقة الزوجية بتتشرخ غصب عنه. أيوه، يعني في بيت العيلة بيكون في تدخلات زيادة بين الراجل ومراته؟ الحقيقة إنها مش مجرد تدخلات، دي تدخلات في أدق التفاصيل. بتطبخي إيه وبتصرفي كام، طب ليه المصاريف دي كلها، بتشتري إيه، ليه قافلة على نفسك الباب، ليه ما بتنزليش تقعدي معانا شوية، وحاجات بقى كتير من النوع ده. فالست تحس إنها مش ست في بيتها، تحس إنها بنت صغيرة تحت الوصاية، مش شريكة حياة كاملة يعني. والراجل كمان في بيت العيلة بيتعسر ما بين اتنين، لو وقف مع مراته بيتقال عليه عاق، ولو وقف مع أهله مراته تحس إنها ملهاش ظهر وإنه مش سند وجاي عليها.
فالضغط اللي عليه ده بينعكس زعيق أو سكوت أو ممكن هروب من البيت. طب إمتى نقول بيت العيلة ده أمان؟ لما يكون في زوج عنده شخصية وحدود واضحة، أهل بيحترموا خصوصية ولادهم، ويكون في اتفاق واضح من الأول مين ليه إيه ومين عليه إيه، وإيه اللي مسموح وإيه اللي مرفوض. لكن لو البنت داخلة على بيت عيلة من غير حدود ومن غير اتفاق ومن غير زوج حاطط خط واضح يحميها ويحمي أهله، يبقى فعلا نصيحة بلاش نصيحة في محلها جدا. مم.